الشرقاوي كمال، مدير معرض العقار الدوره الثانيه سمارت ايمو اكسبو. الدوره الاولى كانت دارت في 2014 بشراكه ما بين جمعيه المنعشين العقاريين ديال القنيطره والسلطات المحليه المختصه. هذه الدوره هذه جات تماشيا مع الرساله المولويه الساميه اللي توجهات للمشاركين في المنتدى العربي الثاني للاسكان والتنميه الحضريه، اللي مفاده عقار ذكي منطلقه وغايته المواطن. داكشي علاش اختارينا الشعار لهذه الدوره هذه من اجل انعاش عقاري المواطن، يعني المواطن غيكون في قلب الحدث العقاري. هذا المعرض هذا غيمتد على 4 ايام، يبدا ان شاء الله في هذا الخميس هذا 20 يوليو غيسالي حتى للحد. غادي يعرف مشاركه ديال اكثر من 26 عارض من مختلف القطاعات اللي كتهم مجال العقار، من المنعشين العقاريين، من بائعي السلع العقاريه، من المهندسين المعماريين، من الموثقين، من جميع المتداخلين في القطاع. الجديد اللي كاين في هذا المعرض هو انه غادي يكون واحد المعرض رقمي كما سبق وصرحت تماشيا مع الخطاب المولوي السامي ديال العقار الذكي، اللي يقدر المواطن انه على طول السنه يشوف الجديد ديال المنعشين العقاريين. يعني غيكون واحد العقار رقمي في الموقع الالكتروني ديال المعرض، على غرار المعرض اللي غادي يكون ملتقى سنوي اللي غيتلاقاو فيه الناس كل عام، ولكن على طول السنه راه غادي يكون واحد الملتقى اخر اللي الناس غادي يشوفوا الجديد ديال المنعشين العقاريين. بالنسبه للشركاء ديالنا في هذه الدوره هذه كاينه الجمعيه ديال المنعشين العقاريين، كاينه الجماعه المحليه لمدينه القنيطره، كاينه غرفه الصناعه والتجاره والخدمات. المعرض تحت اشراف الجهات المختصه، غيمتد على المساحه ديال 2000 متر مربع كما كتشوف في الساحه، اللي غتكون مستغله منها واحد 1200 متر. غادي تخلوها ندوات علميه غادي يكونوا فيها المتداخلين في مجال العقار، بحال الغرفه، بحال الموثقين الجهويين، بحال الجماعه المحليه، مصالح التعمير وما الى ذلك. عطفا على الحمله الدعائيه اللي كنقوموا بها واللي تواصلنا فيها مع مختلف المنابر الاعلاميه، ودرنا الحمله ديالنا التواصليه في مواقع التواصل الاجتماعي وفي زعما في الشارع. من المرتقب ان الزوار ديال هذه النسخه يوصلوا ل 30,000 زائر.